يا مساء الفل عليكم أو صباح الخير على حسب ما هتشوفوا وقت الفيديو. أنا رانيا عاشور، صيدلانية مهتمية بمنتجات البشرة والشعر. النهارده إن شاء الله هنتكلم في حاجة مهمة وشغلة تفكيرنا كلنا، هي منتجات المقاطعة الداعمة للكيان اللي ما يتسماش اس وإيه البديل المتوفر يكون كجودة وسعر أفضل. أيوه أفضل، هما مش أحسن مننا كتير، هما بس يمتلكوا وضع اقتصادي وتكنولوجيا عرفوا يوجهوها لينا صح، وإحنا بالنسبة لهم قوة شرائية عالية جدا. عشان كده الدور اللي إحنا هنعمله ده دور هيكون وسيلة ضغط قوية عليهم جدا. بس عشان نشوف الهدف ده ونشوف الخسائر اللي هتحصل لهم، ده مش هيجي من يوم وليلة، لا ده هيجي بعد فترة. فلازم تكون عارف ان انت بتعمل دور مهم جدا عشان تقدر تكمل. اول حاجه هنتكلم فيها في منتجات المقاطعه هي الديودرنت او مزيلات العرق. مزيلات العرق اللي المفروض نقطعها هي نيفيا وفيتشي وريكسونا وليدي ستيك. المنتجات دي كان فعلا ناس كتير بتستخدمها، خصوصا فيتشي لانه كان افكتيف مع ناس كتير وكان فعلا بيخلي العرق ما يطلعش، او العرق اللي بيطلع كان بتبقى ريحته حلوه. النهارده ان شاء الله هعرض لكم اكتر من منتج وهنوضح ايه الميزه في كل منتج، بحيث ان انتوا تحسوا ان انتوا قدامكم خيارات كتيره، مش منتج واحد مضطرين ان انتم تجربوه. حتى لو كان قدامكم منتج واحد صدقوني الهدف يستاهل. اول حاجه هنتكلم عليها في الديودرنت البديله هي منتج ميلاتكس. ميلاتكس ده انتاج شركه حياه، هو المفروض نازل في الدعايه بتاعته ان هو ديودرنت وانتي بريسبرنت، يعني مضاد للتعرق. من خلال الفورمولا بتاعته خليني اقول لكم ان هو مش انتي بريسبرنت، لا هو ديودرنت لان العرق بيطلع عادي بس ملوش ريحه. مميزات الميلاتكس ان هو ترطيب اكتر من تفتيح، ريفيوهات الناس عنه كويسه. في ميزه حلوه جدا ان امتصاصه سريع، تقدري تحطيه قبل ما تنزلي. ده كان اول منتج معانا. تاني منتج معانا من شركه انفينيتي، هو نازل في الدعايه بتاعته ان هو بيفتح، هو فعلا بيفتح لان الفورمولا بتاعته فيها كوجيك اسيد وفيها خلاصه عرق السوس وفيها فيتامين اي وفيها ماده الالانتوين. كل الحاجات دي بتفتح وهتديني كمان ترطيب. ثالث منتج معانا هو منتج البيز لاين. البيز لاين ده منتج لبناني تقفيله مصري، هو ديودرنت العرق هيطلع معاه بس ملوش ريحه. كل الحاجات الموجوده في البيز لاين حاجات طبيعيه، هو اصلا قايم على شمع العسل. شمع العسل يبقى اكيد هيكون ليه خواص ترطيب واكيد هيكون ليه خواص تفتيح. مش بس كده، داخل معاه الالوفيرا اكستراكت وزيت الزيتون، ودي حاجات برده هتدي ترطيب وهتدي افكت حلو. وداخل كمان في تركيبته حجر الشبه. حجر الشبه ده كان في كلام عليه ان هو داخل فيه املاح الالومنيوم اللي ليها ضرر، بس هو لا ملوش ضرر لان جزيئات حجر الشبه كبيره فالجسم اصلا مش هيلحق يمتصها، بل بالعكس دي هتمتص معايا العرق. البيز لاين من الحاجات اللي ثبتت نفسها جدا وريفيوهات الناس عنها كويسه. رابع منتج معانا هو منتج مصري دراكون. دراكون فعلا من الحاجات اللي ثبتت نفسها، والفورمولا بتاعته كلها مواد طبيعيه ونازل بروايح كتيره تقدري انك تجربيها. وميزه المنتج ده ان امتصاصه برده سريع، فتقدري تحطيه قبل ما تنزلي على طول. وفي كمان ميزه حلوه ان دايما بينزل عليه اوفر واحده وعليها واحده، فتقدري بسعر قليل تشتري كميه كبيره تقعد معاكي ويكون منتج كمان جميل، مش اي منتج وخلاص. خامس منتج معانا هو ستارفيل. ستارفيل نازل بروايح كتيره مختلفه، والتركيبه بتاعته برده فيها خواص التفتيح والترطيب وريفيوهات الناس عنه كويسه. اخر منتج معانا هو منتج كولاجرا. منتج كولاجرا ده برده نازل بخواص ترطيب وتفتيح وبرده نازل بروايح كتيره مختلفه. وبكده يكون كلامنا خلص عن الديودرنت، وزي ما شفنا ان في انواع كتيره وفي مميزات في كل منتج عن التاني، وانت تقدري تحددي مين الانسب ليكي. مش مجرد منتجات هنقطعها وهنختار البديل وخلاص، لا البديل قدامنا زي ما شفنا حاجات كتيره، عشان بس احساس عقده الخواجه اللي جوانا نتخلص منه. وبكده يكون كلامنا خلص النهارده عن منتجات المقاطعه، وان شاء الله انتظرونا بارت 2.